من اليوم لازم كامل تتعلموا تديروه. راح نشارك معاكم الوصفة اللي نخدم بها الطلبيات، يعني راح تكون ورشة مجانية في هذا الفيديو اللي راح تتعلموا فيها طريقة بكامل أسرارها باش ينجح لكم من أول مرة بإذن الله. يعني يجيكم على حبة مرمل ومعسل بلا ما يتفتح لكم في المقلاة. مدلكم حتى طريقتي اللي نخدم بها الغرس الأغلب بالحلويات باش يبقى طري وما يتحرقش بعد الطياب. نقسم لكم حبة في أول الفيديو باش تشوفوا النتيجة المضمونة اللي أنا رايحين نوصلوا ليها. حتى نتوما لازم توصلوا ليها بعد هذا الفيديو، لازم يجيكم على حبة طري معسل ومرمل. ما كاش نتيجة خير من هذه اللي راح تبين مصداقية الوصفة. بلا ما نطول عليكم أكثر نبداو في ثالث وصفة من سلسلة معسلات رمضان 2026. نبدا نحط المكونات وبديت باول حاجه هي السميد. كما شفتوا حطيت 3 كيلات منه. السميد اللي هنا استعملت المتوسط، يعني ماشي رطب وماشي خشين بزاف. وكي تحطوا الكيلات تاعكم لازم تكون بومبي. كي تعمروا الكاس ولا البول اي حاجه راكو رايحين تكيلوا بها ما ديروهش مبلاطي يعني ممسوح باش يخرج سوا مع الكيلات تاع اليدام اللي رايحين نديروها. حطيت مع السميد مغرف لافاني الملح ومزوج مغارف كبار تاع فارينة. في الفيديو بان لكم باللي حطيت مغرف واحده بصح الكاميرا كانت بوز والحقيقه انا حطيت زوج مغارف كبار. بنفس الكيلة اللي كيلت بها السميد راح نعمرها ناقصة أسبوعين. سمن كنت ذوبته ونكمل نفيضها بالزيت. انا كي تفيضوه بالزيت قطف هذا شوية حبسوا، ما ديروش بزاف الزيت سينو راح يتفتت لكم. حاجة واحدة أخرى ثاني اللي تخليه يتفتت وبزاف يغلطوا فيها، يحطوا الكيلة تاع اليدام يخلطوه غير هكا بيديهم. كي يشوفوه الشماخ يخلوه يريح ومن بعد يخدموا به. وهي لازم باش ينجحكم المقروط ولا المقيرط تاعكم تخدموه مليح بيديكم، تخدموه من 3 دقائق حتى ل5 دقائق، تبقاو تحكوا فيه بين يديكم حتى تتحصلوا على هذه النتيجة وتحسوا بلي كامل السميد راهو تشمع. نغطيه ونخليه يريح غير قسم ما نخدم من الحشو. قيرط ماشي كيما المقروط الكوشه، ماشي شرط تخلوه يبات ليله كامله، تخلوه غير 10 دقائق ربع ساعه راح تكون كافيه. جبت كميه من الغرس درت عليها شويه قرفه وراح نزيد لها شويه زبده. الا درتو كميه كبيره ديروا مغرف كبيره تاع زبده، ولا درتو كميه صغيره ديروا مغرف صغيره. يعني عينكم ميزانكم. نعجنها مليح بهذيك الزبده حتى ما توليش تبان كاع الزبده ويولي القوام تاع الغرس تاعي عجينه طريه. دوك تشوفوها كيفاش تولي. انا ما نفور الغرس، ما نعجنو بالماء. دوك تشوفوا كيفاش يقعد طري حتى بعد الطياب يبقى طري. وهذه الطريقه راني معتمدتها من سنين. كاع الحلويات اللي يجوا بالتمر برك لازم تستعملوا نوعيه مليحه تاع الغرس. الا حبيتوا تشوفوا الماركه كنت شاركتها معاكم في فيديو سابق، نظن خدمت لكم بها المثقبه. بعد ما عجنتو ولا لي عجينه طريه نشكلها حرا باش ما ديروهمش خشن بزاف باسكو المقيرات راح يجينا صغير ورقيق. رجع للسميد. شوفوا كيفاش راكو رايحين تصيبوه، راهو شرب لي هذاك ليدام. دوكا نقدر ندير له الماء والماء زهر. دايما كي تكونوا حديروا الماء والماء زهر ما تشمخوش الكميه كامل على ضربه باسكو ما تجوا راح تخدموها كامل. الحرابش الاولين تخدموهم مليح والاخرين راح تصيبوهم بداو ينشفوا من الماء. انا درت غير رطل تاع سميد، يعني كميه صغيره راح نقسمها غير على زوج ونشمخ بالنص. العبار تاع الماء والماء زهر اللي ديروه تبعوا الكيله اللي كيلنا بها السميد. في 3 كيلات سميد نديرو كيله مخلطه بين ماء وماء زهر. ولا هنا كي قسمنا العجينه على زوج كل نص راح ندير له نص كيله تكون مخلطه بين الماء والماء زهر. وانتم تشمخوا فيه لازم تخدموا بصبعتكم كما راني ندير، يعني ما تعجنوهش بيدكم كامل باش يجيكم مرمل من الداخل. كيلة تاع الماء تقدر تزيد شويه على حسب النوعيه تاع السميد. انتم شمخوا بالعقل حتى تتحصلوا على هذه النتيجه. كي ديروا كوريه ما تكونش كامل مشقه، وكي تعاودوا ترموها في الغيسيبيون ما تتشقق ما تتكسر، معناتها لاباط تاعكم راهي واجده. نجيب كميه من لاباط ندير بها حربوش. شوفوا كيفاش راهو يتشقق لي، بصح كي نسقمو بصبعتيا يعاود يتسقم. الا شفتوه ما راهوش يتسقم ويبقى مشقق معناتها مازالت مخصوصه ما. نفتحو بهذه الطريقه، متحلوش بزاف، غير قيس البودان تاع التمر تاعكم. نحط التمر ونبدا نغلق فيه. ملاحظه مهمه هنا كي تكونوا تغلقوا لازم التمر يتزير مليح على لاباط، ما تخلوش الهواء بين لاباط والتمر، غير تبداو تحربشوا فيه راح يبدا يتفتح لكم ويتكسر كامل. ما الا ما تفتحش دوكا راح يتفتح لكم في المقله. نحربشو او ميم طون راني نزير فيه باش ما نخليش الهواء. وكي يولي لي حربوش رقيقه هكا تقسموه حبات صغيورين، ولازم الحبه تاعكم تخرج بهذا الشكل مفينيه ما فيها حتى تشققات. شفتوا الحبه راهي تخرج بزاف مشقه، غير عاودوا حلوها باسكو حتتفتح في المقله. وعرفوا بلي لاباط تاعكم راهي مخصوصه ما. نروحوا لمرحله تاع الطياب. زيت لازم تسخن مليح قبل ما تبداو تقليو. في الاول زيدوا لها النار. كي تحطوا المقروط نقصوا لها شويه باش يطيب لكم من الداخل. كي تكون زايده راح يحمر من برا والسميد يبقى خضر من الداخل. المقروط تاعكم لازم يغطس داخلها كامل من الفوق للتحت. وشوفوا لاباط كي تكون مخدومه مليح ما تخافوهاش، راني نقلي فيه بلا هذيك الشبكه وما راهوش يتفتح. برك كي تحطوا الحبه تاعكم ما توشيوهاش كاع حتى تنشف باش تقدروا تحركوها، يعني حتى تولي كامل بيضاء. خلوه يحمر مليح. من المقيرط يحب يجي شويه حمر ماشي كيما المقروط تاع الكوشه. بعد ما يطيب صفيوه وعسلوه بالحسيله اللي تكون بارده، والحسيله لازم يغطس فيها ثاني. خلوه شويه ومن بعد نحيوه. وهذه هي النتيجه اللي لازم تتحصلوا عليها بعد ما تجربوا الوصفه ان شاء الله بكامل الخطوات. لازم يجيكم معسل حتى للداخل، مرمل الحبه ماشي مشقه، ويجي كامل على حبه.
وصفة بزاف سهلة وبزاف اللي ما ينجحوش فيها على جال الطريقة كيفاش يخدموا. ان شاء الله نكون مديت لكم كامل النصائح وما نسيت حتى واحدة. الا عندكم كاش سؤال خلوه لي في التعليقات. بالنسبة للنوعية تاع سميد راني نخدم بلا مارك تاع ماما. رانا كملنا الوصفة الثالثة من سلسلة معسلات رمضان 2026. ان شاء الله تكون عجبتكم. ما بقى لي غنقول لكم مع السلامة واستناوني في فيديو جديد ان شاء الله.